ليه الأهل عصبيين على المراهق؟ لما يعرفوا السبب هيختفي العرض ده. بينفسوا عن غضبهم مثلا، شايفين ان المراهق اضعف منهم، شايفين ان هو تحتهم ما يقدرش ياخد حقه، بيربوه زي ما هم اتربوا. مثلا ان هم تعسى في الحياة الزوجية فبيحملوا الابناء الضريبة دي. ممكن لو الام إن عندها اضطرابات حيض، هرموناتها مش مظبوطة فبتنفس ده في ابنها. في اباء بيضربوا بعنف شديد، بيعصبوا بعنف شديد، فبيحصل لهم تأتأة، تلعثم، اكتئاب، قلق، خوف. بتبقى ثقتهم بنفسهم متدنية جدا جدا جدا. ما بيبقوش تحصيلهم الدراسي أحسن حاجة، بيبقى تحصيلهم الدراسي متدني، لأن هم مكبوتين، خايفين، دايما قلقانين. الأهل بيبقى عاملوا عليهم ضغوطات لو تحصيلهم الدراسي متدني فبيتدنى أكتر. تبول لا إرادي، التبول اللا إرادي ده منتشر جدا جدا بين الأطفال من بعد سن 5 سنين. هم ليه عندهم تبول لا إرادي؟ في سبب عضوي وسبب نفسي اكيد. فممكن بنسبة كبيرة يبقى السبب نفسي، بما ان الاهل عصبيين. العصبية دي حاجة مرعبة. المخ لما بيسمع الصوت العالي بيبقى في حالة نفور، اللي هو في خطر جاي. تخيل بقى ان الخطر ده جاي من مصدر الامان اللي هم ماما وبابا. هم اللي المفروض يحسسوني بالامان وبالدفى، الاحتواء، السند، ان انا لو عملت حاجة غلط هيقوموا سلوكي، ان انا لو غلط هينصحوني، هيوجهوني. مفيش مشكلة ملهاش حل، اي مشكلة ليها حل. لازم الولد يبقى عارف ان انا مع بابا وماما في